السلام عليكم حبايب الجميع. مع طبخ أمنا داني وصفتنا تاع اليوم ان شاء الله غادي ندير لوبيا مشطو بالدجاج بدون قطره ماء، يعني بلا ما والو. غادي نحضر هذه الوصفه تجيكم بنينه وتجيكم ولا اروع، والطريقه راهي قدامكم، يعني النتيجه راهي قدامكم. انا درت هنا بكويس تاع الدجاج يعني حمرته، وانتم تقدروا ديروها باي نوعيه تاع اللحم، يبقى لكم الاختيار. نبداو بطريقه تحضير المكونات. هنا درت حوالي كيلو ونص تاع لوبيا خضراء، والدجاج اللي كويس درت 3 يعني طبق. وهنا تبغوا ترافقوها مع بطاطا مقليه، يبقى لكم الاختيار. انا البطاطا نقليها وحدها ونخليها بطبسي وحدها. اللي بغى ياكل باللوبيا ياكل، واللي يبغى ياكلها هكذاك ياكلها هكذاك. نبداو طريقه تحضير المكونات. بسم الله. طبق بسيط يعني وماهوش حتى نقولوا مش مكلف قلب الدجاج. هنا عندي كما قلت لكم 3 تاع الكويس، عندي حبه بصل نقطوها هكذا يعني عشوائيا كما قلنا لي ترونش. عندي 3 سنات تاع ثوم، باسكو هذاك البصل غادي نديرو في لاكوكوط غادي يذوب كامل ويختفي بلا ما ترابوه ولا لا. هنايا 3 سنات تاع ثوم، ضروري الثوم في هذه الوصفه باش تروح لنا ديك الريحه تاع الدجاج ويجيكم الدجاج تاعكم منسم ويجيكم بنين. هنا عندي شويه تاع قزبر شويه تاع معدنوس، قطعتهم مرصوص صغار بهذه الطريقه. ولا كان عندكم غير المعدنوس تقدروا ديروا غير المعدنوس. درت هنا مغرفه صغيره تاع ملح، درت شويه تاع زيت حوالي 3 مغارف تاع زيت، باش هذيك التتبيله تساعد باش تدخل في الدجاج. هنا التوابل درت لكم مغرفه صغيره كركم، مغرفه صغيره كمون، مغرفه صغيره قزبر مطحون، مغرفه صغيره زنجبيل. غادي نخلي لكم المقادير تاع التوابل في صندوق الوصف. درت مغرفه صغيره تاع طماطش مصبره، غير مغرفه صغيره تكفي يعني ما تكثروش، باش تجيكم هذيك اللون تاع اللوبيا تاعكم يجيكم يعني ما يجيكمش حمار بزاف، يجيكم يعني شويه صفوريه شويه حموريه. نخلط هذوك المكونات كامل، نحاول ندخل هذاك التوابل كامل في الدجاج بيدينا، نثقبوا هذاك الدجاج بالموس. وانا تبعوا برك الطريقه ولا بهذه الطريقه. تعرفوا شويه الدجاج شويه يجي شويه مسوس شويه صامت، لازم نديروا بهذه الطريقه باش نبنوه. معنا بهذه الطريقه. تقدروا دجاجة كومبلي ديروها بهذه الطريقة، يعني ماشي شرط يكونوا لي كويس، دجاجة كومبلي ولا نص دجاجة ولا ديروها بهذه الطريقة. نحاول ندخل كامل هذاك التتبيلة وانا بهذه الطريقة. بصل درت حبة متوسطة، لما اخوات بغات تكتر البصل تقدروا ديروا حبة كبيرة يعني ماشي مشكل، على حسب الكونتيتي تاع اللوبيا اللي عندكم. بس هذاك البصل هذا هو اللي غادي يطلق لنا لاصوص والماء نسحقوه باش نطيبوا اللوبيا. درت هنا كمية تاع زيت، نحط هذوك الكويس تاوي بهذه الطريقة. انا نحط هذاك البصل من فوق، نغلق عليهم 20 دقيقه على نار هاديه. نشعلو نهارو لاكوكوط تاعنا كي تولي تخرج في هذاك النفس تاعها، نعاودو نقصو النار على نار هادي ونخليو يطيبو 20 دقيقه تكون الدجاج تاعنا طاب ان شاء الله. وانا نخليو يطيبو بعد نرجع معكم. وانا هنا بعد ما خليتو 20 دقيقه كتشوفو طفيت عليه، غسلت اللوبيا تاعي نقيتها، انا حطيتها بجهه. وهنا نجيبو تشوفوا اللوبيا لاصوص اللي تحصلوا عليه هذاك البصل يذوب يطلق لنا هذه لاصوص. يعني غادي هذوك الكويس غادي نقلوهم او الفخذه نقلوهم ونديرهم في الفوق يتشواو ونشعل عليهم غير من فوق قد ما يتحمروا لي. وهذيك لاصوص غادي نكب فيها هذيك اللوبيا تاعي ونعلق عليها حوالي ربع ساعه تكون طايبه. نعلق عليها ما نديرو لا ماء ولا ما نزيدو حتى اضافه لا ماء والو، نديرو لها شويه نزيدو لها شويه برك ملح وشويه كمون ونغرقو عليها 20 دقيقة حتى ربع دقيقة، ربع ساعة. ربع ساعة تكفي، أنا درت ربع ساعة يعني طابت لي. وأنا نحطو هذاك الكويس نديرلهم شوية تاع ملح باش يجونا بنان، نزيدلهم شوية بابريكا حارة ولا حرور، نزيدلهم شوية تاع زيت ونديرهم في الفوق في الفوقاني كامل باش يتحمروا لي هذيك. هذه لاصوص خفيفة تشوفوا هكذا. غادي نقص فيها هذيك اللوبيا ونخلطها كامل باش تدخل هذيك لاصوص في اللوبيا ونغلق عليها كما قلت لكم على نفس الطريقه اللي طيبنا بها الدجاج تاعنا على نار هاديه. ربع ساعه ونطفوا عليها تكون حاره. يعني اللوبيا ما فيهاش يعني وقت بزاف من خلط الطيب يكون شغل صوتي فيها لاصوص او ميمتو شغل صوتي، يعني ماش وجهكم بنينه. هذيك التتبيله هذيك تاع البصل والتوابل تاع الدجاج تطلق فيها هذيك البنه تاعها وتجيكم ولا اروع. هنا نغلق عليها ونخليها طيب مع نرجع معكم. بقاو معايا. زدت لها شويه برك الملح ذقتها جات مسوس، ونزيد لها شويه تاع كمون. عارفوا اللوبيا تبغي الكمون. وانا نغلق عليها ومن بعد نلقاو في صحن التقديم ان شاء الله باذن الله. طبق سهل ماهل يوجد لك ياكل بالماء اكيد حاضره. هنا الدجاج تاعي بعد ما شعلت عليه غير من الفوق تحمر لي انا تشوفوا
مقرمش محمر وشباك من التوابل. هذيك التتبيله جات تدخل فيه كامل في الداخل. برك تبعوا الطريقه كما درت انايا باش تجيكم بنين. هنا خلي هذاك الدجاج تاعي اكوتي ونروح اللوبيا تاعي. هنا راهي طابت تشوفوا لاصوص باغيه هي ميم اللوبيا هذيك تاكلك هذيك لاصوص تاعها او هذاك الماء تاعها تطلقوا في الاخر كطيب. يعني تجيكم واحد الطريقه ولا اروع. برك تبعوا المقادير وتبعوا الطريقه. ولا هنا كبيتها كامل في البلا باش نسرب البلا تاعي. فوالا هنا الاخوات كما قلت لكم اللي بغات تدير فقره من البطاطا المقليه تقلي البطاطا تاعها ديرها مع لي كوتي صواب حطها وحده. يعني نعرفوا توجور اللوبيا تمشي مع البطاطا المقليه. فوالا طبق سهل وسريع والبناء اكيد حاضره بلا ما نديرو لا ما لا والو. هنا حطيت هذوك الكويس من بهذه الطريقه. ونزينوها بشويه تاع معدنوس ولا قزبر واللي كاين حاضر عندكم. ولا ما عندكمش تقدروا تخلوها هكذاك ماشي مشكل. باش نزينو نعرفو هذاك قزبر او معدنوس كنقطعوه يعطينا واحد المنظر شباب للبلا تاعنا. نزيدوهم كما نقولوا حنا منظر شباب. والى هنا ينتهي الفيديو تاعي. الى اللقاء نلتقى فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. نعجبكم الوصفه ما تنسوش ديروا نجم وتشتركوا في القناه وتدعموني باش اي وصفه غادي نديرها ان شاء الله تكون حاضره وتصلكم الاشعار تاعها وتشوفوها. والى اللقاء اخوات ما تنسوش ديروا نجم وتشتركوا في القناه. يعني ما حاجه لا صعبه لا والو. اشتركوا في القناه ودعموني. الى اللقاء. ولا هذا البلا تاعنا بعد ما وجد شهيتكم في الجنه. الى اللقاء.